السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو سريع، فيديو ديال البيتزا او لاباط ديال البيتزا، عجينه البيتزا. والله واخا دوري يوتيوب كامل ما غتلقايش بحال هاد العجينه هادي مع الاسرار ديالها وكلشي. تبعي معايا الفيديو للاخير وما تسرعيش الفيديو باش ما يفوتوكش اهم الخطوات ديال عجينه البيتزا والألذ عجينه بيتزا ممكن تذوقيها في حياتك. ومبروك عليكم شهر رمضان الفضيل. قبل ما نبداو الفيديو نبداو بالصلاة على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله. هنا عندي جوج ديال الكؤوس ديال الماء، يكون قريب للسخونية، ما يكونش دافي وما يكونش بارد. هنا عندي واحد المعلقه كبيره مملوءه ديال خميره الخبز المعجون ولا الحبيبات بحال. هنا عندي واحد نص معلقه صغيره ديال السنيده كنضيفوها على قبل الخميره. هنايا عندي واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، والملح كيبقى طبعا حسب الرغبه. غنخلط داك المكونات دغيا دغيا وغنضيف عليهم واحد جوج كؤوس ديال الدقيق فورس. انا هنايا في الدقيق الابيض غادي نحتاج 3 الكؤوس في المجموع، وغنحتاج جوج ديال الدقيق دلفينو او الدقيق سبيسيال. هنايا رانا غنضيف هاد جوج كؤوس وغنخلط مزيان وغادي نغطيها وغادي نخليها تفعل داك المكونات مع الخميره لمده ديال 10 دقائق. ما تخليوهاش اكثر من هكا حيت ما بغيناهاش انها تخمر، غير بغينا الخميره انها تفاعل مع دوك المكونات اللي حطينا. هنا صافي رانا عريت عليها، تفاعلوا لي المكونات ديالي. قبل ما غنضيفوا الدقيق غنضيفوا بعدا التوابل. من الافضل نضيفوا التوابل اللي غادي نديرو مع عجينه البيتزا وهو يكون سائل. كندير شويه ديال البزار، واحد الراس المعلقه ديال البزار. كندير واحد المعلقه كبيره مملوءه ديال الزعتر. الا كنتو طحنينوه في الماكينه ماشي مشكل، ولكن من الافضل يكونوا وريقات. تشدوه تحمروه فوق البوطه وتحكوه هكا غير بيديكم. صافي عندي واحد المعلقه صغيره عامره ديال الموطارد. هنايا عندي واحد نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت بلديه. كنسمح بزاف على الصداع ديال ولدي، هادو هما الوليدات ما عندنا ما نديرو، الله يحفظهم لينا ويخليهم لينا، واللي ما عندوش الذريه الله يرزقو الذريه الصالحه. صافي هنايا انا رانا ضفت 4 كاس ديال زيت بلديه وخلطت عاد باش ضفت الربع الاخر اللي بقى ليا، يعني في المجموع نصف كاس. نتوما ديروا نصف كاس كامل ماشي مشكل، انا كتعجبني نضيف الحاجه بالتدريج. صافي في هذه المرحله من بعد ما خلطت الزيت مزيان غادي نبدا نضيف الدقيق. هاد الكاس الثالث ديال الطحين فورس او الدقيق فورس رانا كنديرو ما عامرش كامل، دوك جوج كؤوس الاولين كيكونوا عامرين. الكاس الثالث ديال الدقيق فورس كيكون كاس قل ربع، يعني ما كيكونش عامر كاع، كيكون ناقص ربع. وصافي وكنضيف هاد جوج كؤوس ديال الدقيق دلفينو اللي درت معاكم. وراكم عارفين المكونات يكونوا مغربلين، ضروري يكونوا مغربلين. كتكون دايزه شي حاجه في الخنشه ديال الدقيق ضروري ما تغربلوا الحاجه عاد باش تستعملوها. صافي انا هنايا رانا كملت الجميع ديال الدقيق، جمعته بيديا صافي. وهنايا دهنت العجين الفوق ديالو بشويه ديال زيت الزيتون، ودابا كنحاول ندخل ليه زيت الزيتون في الجوانب ديال العجين باش من تخمر ما تلصقش ليا بزاف. صافي وغنغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغنغطيها بالزويف. غير هي حاجه وحده، خليوها تخمر بزاف، خليوها من 4 حتى 5 سوايع. كل ما خمرت بزاف كل ما احسن. انايا هنايا رانا ما خليتش خمرات بزاف، خمرت ليا واحد ساعتين كاع صافي وما خليتهاش تخمر بزاف، مع كنت زربانه. ولكن واخا هكاك والله جات بنينه. راه هاد لاباط ديالي عطيتكم كتجي بنينه بزاف كاع شي. والله واخا نعيا ما نعاود لكم ما غتيقونيش تقولوا هاد العجينه هادي راه بحال اي عجين، ولكن والله ما فحال شي عجين، بنينه كتجي لذيذه بزاف. ماشي كتاكلي بيتزا غير العجين هكاك، لا كتاكلي عجين لذيذ تاكليه بوحدو ويجيك بنين. صافي هنا رانا غنرش شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل، الدقيق فينو طبيعه الحال. وغادي نحط العجين غنشدو غنقسمو، غيخرج لي تقريبا واحد 5 ديال لي بات صغيورين. فهمتوا؟ شويه غيخرجوا لي 4 صغيورين ماشي كبارين، يعني الا كانوا كبار غيخرجوا لكم واحد جوج كبارين ومعهم واحد الوحيده صغيره، حيت انا غتخرج لي هنا وحيده صغيره. صافي غادي ندير لهم بحال كنقطع المسمن. كنشدها كندير بحال كنقطع المسمن وكنبقى ندور في العجينه كنقاد فيها في يديا. صافي وكندوزها شويه في الدقيق ديال الفينو وكنحاول نقادها فحال هكا من الجوانب، وكنحطها تمايا في واحد الزويف حدايا. انا غنكمل نسالي هاد الكرات هادو كاملين وغندوز نقرصها نيشان، راه ما كنخليها لا تخمر لا ترتاح لا حتى حاجه.
الا كنتو كتفرجوا في الفيديو باقيين حتى لهاد اللحظه اللي باقيين كتفرجوا في الفيديو، راكم كديروا لي احباط ملي كتدخلوا تفرجوا في الفيديو وما كتخليوش ليا داك اللايك. زعما ساهله تمشي تضغط على داك البوطونه ديال اللايك، ساهله بزاف. ولا درتي لي شي تعليق زويون فحالك غادي نفرح بزاف. علاش؟ حيت كنحس براسي يعني كاينين الناس كيبغيوني كيدعموا لي القناه، يعني باش نزيد نقدم اكثر. ماشي ديروا لي احباط تشوفوا الفيديو تهربوا لا. صافي هنا رانا غندوز نقرص العجين. سميتو كنقرصو فحال هكا بيديا في الاول صافي، وكنبدا ندلكو بالمدلك. كاين اللي كيبغي العجينه ديال البيتزا تجي كلها مدلوكه باليدين وكيدير فحال داك الخبز ديال تفرنوش كيبقاو يديروا فيها صباعهم، ولكن انا كنفضلها فحال هكا مدلوكه بالمدلك. صافي هنا غنستمر غنبقى ندلك بالمدلك وكنقاد بيديا، كندلك بالمدلك وكنقاد الجوانب بيديا، اي بلاصه زعما معوجه والجهه اللي طالعه والجهه اللي هابطه كنستمر كنصاوبهم بيديا. صافي هنايا رانا غادي ندقهم بالفرشيطه. بغيتو حتى ديروهم في اللاطه ديروا ليهم الفرشيط من الافضل. هاد القضيه ديال كنتكوهم بالفرشيطه على قبل باش العجين ما كيتنفخش، حيت فيه الخميره. الخميره راها معروفه كتنفخ، يعني غيجيكم بحال الخبز. وداك التقيبات بالفرشيطه كتخلي انه ما كينتفخ، ولكن واحد الانتفاخ اللي هو طفيف. صافي هنا رانا غنكمل دوك الكويرات اللي صاوبت غنكملهم كلهم بنفس الطريقه. اول حاجه كنقرصهم بيديا عاد باش كنكمل التكراس بالمدلك. البنات بغيت غير نقول لكم دابا راه قرب ان شاء الله الشهر الفضيل ديال رمضان يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه. بغيت غير نقول لكم رانا غندير لكم بلاي ليست او قوائم التشغيل غتلقاوها عندي في القناه، غنكتب لكم عليها وصفات رمضان. يعني اي حاجه من البيتزا من الحريره من اي حاجه ديال داكشي ديال رمضان غتلقاوه ان شاء الله فيها. اي وصفه وجدتها لكم رمضان وداكشي ديال ورا الفطور ان شاء الله غتلقاوها في القناه ديالي. صافي انا هنا راني عاودت ثقبت دوك اللي لقيتهم متقوبينش مزيان ودخلتهم الفران مسخن مزيان من قبل. هنا اللي ما حمرتهمش مزيان راني عوالة نديرهم في الفريكو، كديرهم في بلاستيكه وديرهم في الفريكو عادي كيبقاو مزيانين. امتى ما بغيتو كتجبدوهم ما بغيتو تعمروهم وديروهم في الفريكو حتى هما كيبقاو فنين. ما ديرش لهم غير الفرماج تبغيو تجبدوها وديروه باش يجي طري زوين. هنا رانا غنبدا نعمرها. هنا عندي لاصوص، انا درت لاصوص مطيشه حكيتها واحد جوج مطيشه درت لهم الزعتر مليحه البزار. لا بغيت نحضر لكم هاد لاصوص هبطوا كتبوا لي في التعليقات باش بلا ما نكثر عليكم الفيديو. انا بغيت ندير لكم في هذا الفيديو غير العجينه ديال البيتزا ما بغيتش نكثر لكم. هنايا عندي شويه ديال البصيله فلفله حمراء وخضراء كنشدهم كندير لهم شويه البزار مليحه الزعتر زيت بلديه وغير كنصهدهم شويه ونحيدهم ماشي كيطيبوا كاع. وكندير لهم زبيته بلديه ما كنديرش كاع الماء. هنا عندي الطون واحد العلبه ديال الطون. صافي هنايا غنوريكم الفرماج حتى هو. عندي هنايا الفرماج كنحكو بالحكاكه الرقيقه من الافضل باش كيكون التوزيع مزيان. وهنا راني دايره غير 10 درهم د الفرماج. 10 درهم د الفرماج غنخدم بها دوك القياس ديال لي بات كاملين اللي وريتكم. صافي هنا عندي شويه ديال الزعتر والزيت كندهن بهم لاباط هي الاولى عاد باش كنبدا نيطالي داك صلصه الطماطم اللي صاوبت معكم. هاد صلصه الطماطم راها كتجي لذيذه وسهله بزاف ما فيهاش شي مقادير. شفتوا هنا رانا دايره واقيلا غير واحد الحبه ولا ما عاد حبه ديال الطماطم هما اللي دايره. شو القياس في الزلافه قياس قليل وغنخدم بهم دوك البيتزات كاملين وغيجيو زوينين وغيجيو كلهم زعما عامرين بمطيشه. صافي هنايا حاولوا تايطاليو داك صلصه الطماطم مزيان حتى في الجوانب. الا كان عندكم الفرماج كتر ديروه، ولا كان الفرماج حمر يعني فرماج حمر زعما داك الصفر الا كان مخلط مع الفرماج ديال موتزاريلا غيكون افضل بزاف في اللذه وفي التعليكه حتى هي. باش ملي كتجيو تقطعوا البيتزا كدوز لكم داك التعليكه. انا هنا عندي الفرماج حمر كما قلت لكم درت غير 10 دراهم. يعني كل ما درتو في البيتزا الفرماج كتر كل ما غتجي بنينه. ولكن اهم حاجه لاباط بنينه بزاف. واخا هي ما نوصف لكم ان شاء الله تجربوها عاد باش تعجبكم. صافي هنايا كندير داكشي راه عادي راه باين ديال ديما. لاصوص فوق منها شويه الفرماج فوق منها شويه ديال داك فلفله وبصيله اللي شحرنا فوق منها داك الطون. اللي بغى يدير زيتون كحل يديرو، كاين الناس كيديروا زيتون كحل كيعجبهم، انا بالنسبه ليا ما كيعجبنيش. صافي غنبدا هنايا ندير الفرماج. البنات نسيت ما قلت لكم باللي هاد لاباط البيتزا ممكن انكم تصاوبوها وحيدات صغيورين وديروها في الفريغو وتخزنوها الوقت اللي بغيتو تجبدوهم كيف ما قلت لكم. بغيتو تخزنوهم معمرين ديروهم معمرين راه والله حتى كتبقى مزيانه. بغيتو ديروها حتى بفرماجها ديروه. انا هنا ملي كطيب هذاك الخليط نيت باش دهنت الزيت والزعتر هو نيت كنعاود نهزو كنعاود ندير منه فوق البيتزا
كتجي لذيذه بزاف، رطبه معلكه، بنينه بنينه، عرفتي لاباط تاكلوها هكاك بلا ما تحتاجوا انكم تعمروها بتا شي حاجه. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس ضروري باش يوصلكم الجديد. الا ما تشتركتوا في القناه وما فعلتوش الجرس ما كيوصلكمش الجديد. شكرا على مشاهده الفيديو ومرحبا بكم مره اخرى بالصحه والراحه.